احد البدلاء الى جانبه إريك غارثيا، على اليسار الونسو، ثلاثي الوسط بيدري روميو فيرمين، والثلاثي المقدمة بالتأكيد الزلزولي، على اليسار رافينيا، على اليمين وفي المقدمة فيران توريس. هذه تشكيلة البارسا في مباراة اليوم. في المقابل هذا الرجل ستيفانو بيولي في موسم الخامس بالتأكيد مع الميلان. يبدأ مباراة اليوم طبعا بمينيان في المرمى، في الدفاع فلورنزي من اليمين، توموري، تشاو هرنانديز، ثلاثي الوسط القادم الجديد رايندرز، اللاعب القادم الكبار كرونيتش، ولوفتس تشيك ايضا القادم الجديد بالتاكيد من تشيلسي، والثلاثي المقدمه لياو الذي يحمل هذا الموسم القميص رقم 10 بوليشيتش، اللاعب اللي متوقع بان يكون اضافه كبيره للميلان في هذا الموسم، والهداف الكبير اوليفيه جيرو هداف الميلان في الموسم الماضي صاحب 36 سنه. ركله البدايه من الحكم التي بالتاكيد لم تدخل الى الجوله. مباراه اليوم تحرك ممتاز بدون كره، لكن التغطيه الكره في النهايه، وبالتاكيد استعدادات الفريقين للموسم القادم. الى عكس الهجوم، تشيك ينطلق الهجوم، الكره في وسط الملعب، برشلونه داخل منطقه الجزاء، برشلونه افضل مع بدايه المباراه. كوندي ينطلق الهجوم لمصلحه برشلونه، كره للامام لكنها وصلت لمصلحه برشلونه. يبدا المباراه بشكل افضل، هناك صفره وخطا. ينطلق في الوسط للميلان، الروسونيري يريد في منطقه الجزاء، محاوله للتقدم باول اهداف المباراه. الونسو تحرك بدون كمر على انطلاقة المباراة. الميلان يحاول بالمرتدات، بوليش شوف التحرك، المحاولة، توريس ما زال يملك ذكريات سيئة امام الفرق الايطالية. كان اخرها روما بالتاكيد بعد 10 المباراة انتهت بهدف، لكن خسر الميلان. يمتلك ذكريات جميلة ضد برشلونة. على يسار حارس المرمى مينيان، ترسل على القائم الاول، راسية لكن سهلة. برشلونة هل يقترب؟ روميو تحرك، يحاول فيها روميو في منطقة الجزاء، خطيرة للبارسا، كرة بتنتهي، محاولة كوندي، الكرة في القائم خطيرة، هدف فقط استقبل في الدوري الاسباني في 8. رافينيا خطير، كل الخطورة من جهة رافينيا. غادر الفريق كريبيتش الى بشكتاش، غادر الفريق الاسباني بيني، لم نشاهد بيني حتى الان، لكن امامنا الونسو وكرة عرضية لكن بعيدة عن الجميع، تحولت الى رمية التماس. الزلزولي المغربي يدخل منطقة الله على المرور، خطير، الشاب الصغير صاحب 20 سنة فيران توريس ما زالش. هذه لمسة للأمام، كرة إلى تشيك، يحاول فيها لوف جديد، هذه الكرة والمحاولة، بوليشيتش يحاول المرور، محاولة تشيك الكرة العرضية لكن أبعد. نشاهد ونتابع الآن، عالية للأمام على القائم الثاني، على المحاولة، كرة خطيرة، فرصة الأول، رايندرز، لكن مصلحة برشلونة في الجانب الأيسر، ماركوس ألونسو، ركنية حاضرة لمصلحة الميلان، ترسل للأمام، راين لياو، الكرة في الجانب الأيسر وصلت إلى ثيو، عرضية خط التماس، ألونسو ينطلق، ألونسو الليلة الكل يقترب، البرشا والميلان، خروج منها، يحاول وسط مجموعة، رافينيا سدد الله، مينيان في المرمى، يدخل منطقة الجزاء، يخترق، يحاول لكن ما زالت رايندرز، كرة مرت من الحارس ومرت من الدفاع، مرات قليلة ظهر فيها لياو، لكن امامنا الميلان من خلال هذا السوق قادر. في الميلان هو الهولندي كلارنس سيدورف، عودة فلورنزي بالشكل، غارثيا يستغلها، ثيو هرنانديز انطلق فيها، هرنانديز يستعيد هذه الكرة فريق برشلونة بشكل ممتاز أكثر. هل يفعلها قبل نهاية شوط المباراة الأول؟ حارس المرمى ثيو هرنانديز في اليسار، لوفتس تشيك يحاول فيها، يقاتل على إلى رافينيا، هل يقترب البارسا البرتغالي، كرة للأمام الجانب بيدري، خطيرة الكرة لكن بعيدة، البحث عن رافينيا، طالت الكرة على رافينيا وأمامه السقوط على أرضية الملعب، وتشيك في طريق في فترة كانت سيئة، فترة رونالد كومان قبل. مقلق الزلزولي داخل منطقة الجزاء، ماركوس ألونسو لم يستقبل، روميو بعيد على رافينيا، لياو نجم الميلان، الكرة داخل المنطقة، عنده الحل، وصلت الكرة إلى لوفتس تشيك سدد، رافينيا داخل منطقة الجزاء، يحاول برشلونة، رافينيا في تاريخ البارسا، ثم حقبة يوهان كرويف اللي في برشلونة. 3 للميلان، عالية للأمام، خطأ اليمين، تمريرة بشكل ممتاز إلى فيرمان، كرة تحولت إلى مرتدة، هذه كرة لياو، رفع مع دييغو أرماندو مارادونا مع الملك بيليه، يحاول فيها ليفا
أسماء المهمة جدا من أجل تغيير نتيجة المباراة. أمامه أراوخو يحاول، رافائيل، حلوة الفكرة يا رافا، جميلة روعة الفكسكي، يحاول فيها ليفا لكن يستعيد هذه الكرة الميلان. تحرك بدون كرة وصلت إلى بوليشيتش في اليمين، عرضية من الانطلاق الآن موجودة عن طريق بالدي، عرضية خطيرة من جديد إلى الفرنسي كوندي، لمسة للأمام، محاولة استلام ديونغ من جديد، الكرة خلف تشيك يرسل كرة باتجاه جيرو، ما زالت الفرصة، ديونغ عالية للأمام خطيرة، من هناك في اليمين محاولة لبوليشيتش عالية للأمام، فاتي مر، تقدم فاتي الله، فعلها البارسا الرقم 10 يظهر من جديد ويسجل، فاتي يسجل هدف روعة، يتقدم لبرشلونة بهدف مقابل شيء، يضاعف النتيجة. فاتي من مباراة مدريد، أليخاندرو، لمسة تحرك من جانب فاتي لكن أقرب للكرة، انطلق فيها، تقدم فيها بوليشيتش، يونغ، رافينيا خطير عالية للأمام، يحاول عن طريق أراوخو، مر، تقدم أراوخو لكن أمام المدافع في الجهة اليمنى كالولو، جيرو، وسط 3 لاعبين محاصر، كيف سيمر أمامه كالولو، وصلت فاتي، ليفا، فاتي، وصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي خطير، الله يا بارسا يا متعة، البارسا متعة، هدف ثاني أراوخو بعد صناعة من جانب ليفا، لكن هل فيها تسلل يا أراوخو؟ المحاولة أمام لاعبين رافائيل لياو، رافا ينطلق في هذه الكرة، رافائيل في كأس خوانجيتش إلى رافا لياو، مواجهة كالولو، هذه كرة خطيرة، محاولة لياو، تقدم، التعادل الميلان، لا يا رايندرز، غير معقول، يامال. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنلعب لعبه أوريجامي 2، وهي لعبه فيديو من نوع الاكشن والتسلل. صدرت اللعبه في سبتمبر 2021 لاجهزه بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 واكس بوكس 1. تدور احداث اللعبه في عالم الخيال القديم الشرقي، حيث تجسد دور أوريجامي وهو محارب غامض مجهول الهويه، يمتلك قوة خارقة وقدرات التسلل. تمكن مهمتك في الانتقام من عدوك وإنقاذ الشعب. تقدم اللعبة قصة مشوقة وملحمية تتعلق بالخيانة والانتقام والتضحية. يمكنك استخدام مهاراتك الخارقة لتجنب الاكتشاف والقتال بسرية والتخطيط لهجمات الفعالة. تدعم اللعبة طول لعبة تعاوني، يمكنك من خلال اللعب مع أصدقائك عبر الإنترنت والتعاون لإنجاز المهمات والتحديات. تتيح لك اللعبة تحسين مهارات شخصيتك وتخصيصها وتجهيزها بالأدوات المناسبة لتناسب أسلوب اللعب الخاص بك. تأتي اللعبة بتصميم بيئات رائعة وملونة تضيف جوا فريدا على تجربة اللعبة. تقدم اللعبة تجربة عالم مفتوح يمكنك فيه اكتشاف مناطق متنوعة ومعرفة أسرار العالم المحيط بك، بالإضافة إلى طور اللعب التعاوني الذي يمكنك من خلاله اللعب مع أصدقائك. تقدم اللعبة أيضا طور لعب جماعي يمكنك من اللعب مع لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم. تتميز اللعبة بتصميم فني جميل يجمع بين العناصر الفنية الشرقية وعناصر الخيال القديم، وهذا يضيف لها جو فريد وأجواء متميزة. يمتلك شخصية أوريجامي مجموعة متنوعة من القدرات والهجمات الخاصة التي يمكنك استخدامها للتغلب على الأعداء وحل الألغاز. تدعم اللعبة بالعديد من اللغات مما يجعلها مناسبة للاعبين من مختلف الثقافات. تقدم اللعبة تحسينات عديدة عن الجزء الأصلي، بما في ذلك أنظمة القتال والتسلل والقدرات، مما يجعلها تجربة أفضل وأكثر تطورا. تقدم اللعبة قصة مشوقة تتعلق بالانتقام والتضحية والصداقة. تتبع قصة اللعبة مغامرات أوريجامي وفريقه في محاولتهم للدفاع عن أرضهم وإنقاذ شعبهم من التهديدات المختلفة. ستواجه في اللعبة مجموعة متنوعة من الأعداء، بما في ذلك الحراس البشر والكائنات الخارقة. يتطلب التعامل مع كل نوع من الأعداء استراتيجيات ومهارات مختلفة.